السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معانا درس بسيط. درس سريع كده هنعمله في الإنجاز، وهي طريقة معرفة أي بي أي شخص عن طريق الياهو، عن طريق رابط موقع. هو يعني من غير ما يقبل أو يقدر يفتح الموقع ولا أي حاجة. الشرح ده عملته بسرعة بس علشان في ناس كتير طلبته مني. أنا عارف هيتلخبط مع الدورة بس، ولكن خلوه يعني خلوا الشرح ده كده سريع، سريعا يعني. حصل خير. معرفة الاي بي اي شخص لسه احنا مش يعني مبتدئين، مش عارفوا يتعاملوا في الموضوع دوت. فانت بتبقى بالك طبعا بنفتح موقع دوت تولز دوت في ان جوجل دوت كوم. بتفتحه وبعدين بتاخد الرابط ده كوبي، وبعدين بتفتح الياهو. بتفتح الرابط دوت. مثلا عايز اعرف الاي بي بتاع الواد ده، فبتك بيست وبعدين سنت. بستنى مثلا دقيقتين تلاتة كده، مستني على المعلم شوية. طبعا انا بعتله. هو مش شرط يخش على الرابط، هو مش شرط اي حاجة. انا بستنى شوية، بستنى شوية. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، استغفر ربنا. وانت مستني كده في الثواني ديت. وبعدين تك على جيت اي بي. تمام. حصل ايرور طبعا. طب تمام. هنا حصل المشكلة دي. طب انا بخش على الموقع تاني ويطلع لك كوبي. ناخده كوبي كده علشان انا خدت رابط استعملته قبل كده، فما ينفعش اتنين في وقت واحد. فهتبعته تاني، وبعدين بتستنى شوية تاني، نستنى شوية تاني، نستنى شوية تاني. استغفر الله. جيت اي بي. تمام زي ما انتم شايفين ده الاي بي بتاعي. المرة اللي فاتت عملت كده معانا علشان انا خدت الرابط استعملته مرتين. يعني المفروض اعمل ريفرش وبعدين اخد الرابط التاني كوبي. ادي الاي بي بتاعي، يور اي بي. اي بي اللي هو المعلم دوت. هو احلى ما في الحب عذابه. تيجي بقى انت، طبعا بقى الناس اللي ليها في الميديا وعايزين يختاروا حد عن طريق الاي بي، او تخش على الراوتر. تعالى مثلا جربوا خش على الراوتر بتاعه. لو هو فاتح بورت 80 طبعا هيجيلنا شاشة التسجيل بتاعت الراوتر. هنشوفه هيجيلنا ولا لأ. المهم كده عرفنا ازاي نجيبه اي بي اي شخص غصب عنه. مش شرط هو يفتح الرابط. طبعا البورت بتاعه شكل الجهاز مش مفتوح فيه بورت 80 ومش فاضل حاجه. انا اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا متنساش اللايك سكريبت. واستنوا الدرس الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.